السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي، قناة عالم ادم. نتمنى ان هاد الفيديوهات اللي كندير كينالوا الاعجاب ديالكم. نتمنى ان كل واحده فات من هنا ربي يرزقها داكشي اللي كتمنى ويعطيكم على قد نيتكم ان شاء الله يا ربي. ونتمنى عاوتاني من اي وحده فات من هنا انها تخلي لي واحد ابوني، وانها تشترك في القناه فضلا وليس امرا، وانكم تخليوا لي رايكم في التعاليق وتخليوا لي ماكسيموم ديال لايك باش هكا القناه تطلع وتزيد تبان عند الناس اكثر. هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات، واحد الكيكه ديال التشين اللي بثلاثه ديال الطبقات، وغادي نشارك معكم السفنج بما انه الصهد وصافي بدا يسخن الحال. كنبغيو هكا وصفات اللي منعشه، وان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي ينال الاعجاب ديالكم وتبعوني حتى الاخر. بالنسبه للمقادير غادي نقولهم لكم هكا شفويا، وغادي نخليهم لكم مكتوبين يا اما في صندوق الوصف يا اما في اول تعليق. بالنسبه كما قلت لكم المقادير، عندي 4 ديال البيضات، عندي قبيصه ديال الملحه، كاس مع مرش ديال السكر، كاس مع مرش ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، وواحد لافاني، وحده خميره حمراء، خميره حمراء، وعندي كاس ونص ديال الدقيق. المهم هذا هو الطبقه الاولى صافي. وغادي تخلطوا كل شيء وغادي ديروها في الطاوه ديالكم. الطاوه من الاحسن تكون هكا هذوك اللي جايين مستطيلين وجايين طوال كما هذه اللي غادي ندير. وهنا من بعد ما خلطت كاع دوك المقادير صافي درتها في داك الطاوه اللي راكم تشوفوا هنا. من بعد ما دهنتها بالزبده وبالدقيق صافي غادي نكب عليها داك الخليط وغادي نخشيها في الفور. بين ما طابت غادي نصايب هذيك الطبقه الثانيه. راني عارفه بزاف ديال الناس اللي كيعرفوا يديروا هاد الكيكه، ولكن انا كنبارطاجي معكم داكشي اللي كندير. صراحه كتجي زوينه، كتجي بنينه، وكتجي هميه هكا تحطيها حتى لضيوفك هكا الا كانوا جايين عندك في هكا عشيات ولا، وتعطيها حتى لوليداتك، كتجي بنينه وزوينه. من بعد ما خرجتها من الفور كما راكم تشوفوا غادي نكون عصرت واحد الكاس ديال التشين، هكا كاس عنبه صغيور، وغادي نسقيها وغادي نخليها تشبع بداك السيرو، ونحطها جانبا ونصايبوا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنا نص لتر حليب، عندي 2 ساشي ديال الفلون اللي عادي. تقدروا تزيدوا واحد الفانيا، انا ما زدتهاش. غادي ديروا الحلاوه على حسب نتوما شنو بغيتوا. انا هنا درت معلقه كبيره عامره ديال السكر، ودرت معلقه كبيره ديال النشا. صافي كتخلطوهم على البارد وكديروهم فوق البوطه، وكتخليوهم يغليو حتى تعقد لينا ديك الطبقه. ومن بعد نكبوها في فوق المادلين ديالنا، فوق الطارطه ديالنا. وهنايا من بعد ما عقدنا داك الخليط غادي نشدوه، غادي نديروه فوق ديك الكيكه ديالنا. ما ديروش هكا نيشان كما درت انايا. نتوما جيبوا معلقه وتبقاو تكبوا فوق المعلقه وتسرحوا هكا فوق داك الكيك، حيت يقدر يتقب لكم الكيكه وكيخسر المنظر. المهم نتوما ديروا كما راني نقول لكم، ما ديروش كما درت انايا. جيبوا معلقه وكبوا من الفوق، لانه يقدر يكون عندكم الخليط سخون بزاف. انا خليته برد واحد شويه، نتوما يقدر هذاك الخليط يكون سخون بزاف وانه يخسر لكم الكيكه. صافي كيف ما راكم تشوفوا من بعد ما غادي نخليها عاوتاني نديرو في الثلاجه يرتاح ويبرد. غادي نجيب البسكوي بوتي، ديك الماركه اللي راها معروفه، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. وغادي نبقى ندير هكا نحطهم فوق دوك الكيكه كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم كيجي زوين كيجي ديك الكيكه مبدله
وكتجي هكا شكل جديد وكتجي راقي اللي هكا كما قلت لكم ديروها لوليداتكم وديروها للضيف ديالكم. نتمنى انكم تكونوا تجربوا هاد الوصفات اللي كندير لكم وتبقاو وتبارطاجيو معايا الراي ديالكم. صافي هنايا كيف ما راكم تشوفوا جبت داك البسكويت نتاع بوتي، بقيت نديرو هكا ندير وحده على وحده، ونبقى تخلي واحد ليسباس هكا بيناتهم باش كيعطي داك المنظر زوين. صافي هنا غادي نكمل معاكم ونمشيو للطبقه عاوتاني. هنايا درنا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ان شاء الله ديال الكريمه ديال التشين. بالنسبه للطبقه ديال التشين هنايا ما تصورتش معايا. هنايا غادي نجيب واحد الكاس كبير ديال التشين ديال الليمون، وغادي ندير معه واحد ساشيه ديال الفلون العادي. وغادي نحركوه في البارد كما ديما ونديروه فوق البوطه تيعقد لنا شويه، وغادي نكبوه على داك البسكوي وديك الطبقه ديال الفلون والحليب. هنايا بقاو ديروا بالمعلقه كما قلت لكم، لحقاش تقدر تخسر لكم المنادير. ديروا هكا كما راني ندير انا، غير بالمعلقه شويه بشويه، خليوها تبرد شويه باش داك البسكوي ما يتقطعش معاكم، وديك المهم ما يتجخلط لكمش داك الشيء كامل. صافي تبقاو ديروا غير بشويه بالمعلقه. هنا قطعت هاد القطعات ديال الليمون على كما راكم تشوفوا نتاع التشين، درتهم هكا مثلثين، بقيت نحطهم فوق داك البسكويت حتى هو كيزيد يعطي واحد المنظر زوين. المهم تزيين كيما تبغيو نتوما، تقدروا تخليوه هكاك يعني سامبل حدو داك الفلون ديال التشين، تقدروا تزيدوا هذا الشيء اللي راني كندير معكم انايا، كنبغي شويه نديكوريو هذا. صافي هنايا من بعد جبت هكا قطعات صغيره ديال النعناع وبقيت نزوق بهم هذاك القطعات نتاع التشين. نتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى انها تجربوها، وانكم الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد كنحطو. ما تنساوش انكم تخليوا لي كومونتير وتخليوا لي واحد الماكسيموم ديال لي لايك. ودابا غادي نمشي معكم الوصفه الثانيه اللي هي السفنج. ورجعت معكم الوصفه الثانيه اللي هي السفنج محبوبه الجماهير. هنايا عندي في بول غادي ندير واحد 2 كيسان ديال المدافي. المهم انا كندير هاد الكيسان صغارين ديال اتاي، نتوما غديروا العبار اللي غادي يكفيكم. الا درتو كاس كبير من الاول تعبروا بكاس كبير، درتو كاس صغير تعبروا بكاس صغير. انا هنا عندي هاد الكيسان الصغار، درت 2 كيسان مدافي. عندي شويه د الملحه نتوما على حسب الذوق ديالكم، اللي كتبغوها مالحه بزاف ولا ناقصه، من الاحسن ما يكونش مالح بزاف. وعندي معلقه صغيره عامره ديال الخميره ديال العجن، وعندي 2 كيسان ديال الدقيق. غادي نخلطهم كاملين، غادي نكمل الخلط، غادي نخليهم يستراحوا شويه حتى يبان لي هادوك داروا واحد الفقاعات ديال الخمير، وعاده نجي نكمل معكم الوصفه. كما قلت لكم هنايا من بعد ما كنخليوها تخمر الخميره الاولى، هنايا غادي يكون عندي 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وعندي شي شويه ديال الملحه. في الاول ماشي الملحه السكر، غير نسيت باش نقول لكم السكر، قلت لكم الملحه هي اللي كنخليوها تتفاعل مع ديك الخميره. هنايا في المرحله الثانيه خديت هنا 3 ديال الكيسان وكبيت 2 كيسان الاولى وبديت نخلط. هنا من تكونوا تخلطوا بحال اللي كتضربوا هكا من التحت للفوق هكا في السع. هذه هي الخمره اللي كتخمروا بها هاد السفنج ديالكم، وباش كيعطي واحد كيعطي كما يقولوا دوك الفقاعات، باش يجيكم مخامر وزوين ومفشفش ويجي طالع. هنا هذاك الكاس الثالث بقيت ندير بها اي شويه بشويه، ما درتوش كامل حتى كيعطيكم واحد هكا واحد اللمسه هكا كتلصق في اليدين. صافي نتمنى انكم فهمتوني. صافي هنا غادي نكمل معاكم الطريقه فاش كنساليها في العجين هكا كما راكم تشوفوا، حتى تجيكم واحد لزيج، خليط لزيج.
صافي غادي نخليها تخمر الخمره الثانيه حتى يتضاعف الحجم ديالها ونولي نخدمها معكم. هنا من بعد ما خمرت الخميره الثانيه، هنايا حيت على هذاك البلاستيك كنديرو نفزقوا يدينا ندهنوا يدينا بالزيت، وغادي نضربوها هكا من التحت كيف ما راكم تشوفوا، وغادي نبقى نجيب شويه ويدينا مدهونين بالزيت لانه هي كتلصق. غنديروها كويرات كما راكم تشوفوا، نديرو واحد البلاطو نديرو فيه زويته ونديروها كويرات، نبقى نحطهم كامله ديك الكميه صافي. ومن بعد غادي نخليها تستراح شويه، اما هي ما تستراحش اصلا، يعني غير باش تسهل عليكم الخدمه من الاحسن ديروا هاد الطريقه، حطوها في بلاطو هكا مفزق بالزيت وتبقاو ديروا هكا دوائر، ومن بعد عاد غنرجعوا للطياب. بالنسبه للطياب كنديروا كاسرونه كبيره فيها الزيت بزاف، وكنديروا واحد المقيله صغيره ولا كاسرونه صغيره نديروا فيها غير زيت غير شويه. يعني حنا من بعد ما غادي نبقاو نشكلوها على شكل ديال السفنج، غادي نديرو في الاول نديروها في المقيله هذيك الصغيره كما راكم تشوفوا، ومن بعد نديروها في المقيله في الكبيره اللي فيها الزيت بزاف. وكيف ما راه باين لكم في الفيديو كيما قلت لكم غادي تشدوا السفنجه الاولى هذيك الكويره الاولى، غادي تشدوها غادي بحال اللي غديروها هكا على شكل دائره كيما راكم تشوفوا. المهم كنديروا السفنج غادي ديروها في المقيله اللي فيها غير شي شويه ديال الزيت حتى تشد راسها. كتشدوا معلقه ولا سباتي ولا اي حاجه كتهزوا الزيت وكتبقاو ديروا عليها. هاد المرحله هذه كتعطيكم ديك الفشفاشه باش كتجيكم فشفشه، باش تجيكم مثقبه من الوسط ومجعبه صافي. من بعد فاش تشوفوها شدت راسها هزوها وخذوها للمقله اللي فيها الزيت بزاف صافي. تما كتكمل طيابها كتحمر من الفوق ومن التحت على نار متوسطه صافي. المهم على ما ظنيت ان الفيديو راه مبين لكم كل شيء. الا وصلتوا حتى لهنا هبطوا خليوا لي تعليق، وما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وانكم تضغطوا على زر الاشتراك باش هكا يوصلكم اي جديد. غادي هكا تكملوا وتشوفوا الفيديو حتى الاخر، غادي تشوفوها باللي جات مجعبه. ها هي غير هنا الفيديو راه كيعطيكم الخبار، جات مجعبه جات هكا منفوخه. هاد الطريقه هذه كتجي ناجحه 100% لعشاق السفنج. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تبقاو هكا متبعيني وتطلع القناه ديالي علاش ما نوصلوش ل1000 ابوني ولا ل100,000 ابوني وكثر، علاش لا نطمحوا اكثر ان شاء الله باذن الله. ونتمنى هكا العائله ديالي تكبر اكثر. نخليكم دابا الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. وكنت ودعتكم في الوصفه ديال السفنج، وهنايا قلت علاش لا. كنت خرجت انا ووليداتي من جبتهم من القرايه مع الربعه انا وباباهم، وقلنا علاش لا نخرجوهم هكا واحد الخريجه للجريده. ايوا قلت نديكم معايا نفوج انا وتفوجوا معايا حتى نتوما. بقاو معايا في الفيديو هكا غادي نشوفوا معايا شي لقطات وصافي هكا باش نخدروا عويناتنا. إلى محمد خير الأنام يهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا الكلام وهدي السلام إلى محمد خير الأنام يا أولادي يا خير هادي قصدي مراد. وهنا يقبلوا علينا عند هاد الصويت هذا هكا كنجيو في الطريق ديما فاش كنخرجوا كنبقاو نشدوا هكا مع وليداتنا. ايوا كان نديروا هكا الجو صافي مع الوليدات وصافي.
صافي هنا جبتهم لهاد الجريده هذه ديال لونكولوجي اللي جايه في طريق مرجان، الناس اللي ساكنين في وجده راهم يعرفوها. صافي خرجناهم هكا باش يبدلوا الجو. كما قلت لكم نبدلوا حتى حنا الجو، علاش لا. شوفوا البنات ضروري تخرجوا موليداتكم، ضروري ديروا معاهم ذكريات زوينه، نخرجوهم بداكشي اللي نقدوا عليه، ما نتعلقوش فين نتفلقوا. ماشي ضروري اننا خاصنا نمشيو دي زوتيل اللي غاليين، ما نمشيو دي سيسباس اللي غاليين. كاين جريدات، كاين غير تديهم غير لافوار، تعطيهم يلعبوا، تلعبي معاهم في الدار، تلوني معاهم. المهم كاين بزاف الحويجات اللي نديرو مع وليداتنا، نديرو ذكريات زوينه مع وليداتنا. صراحه انا ياك ديما مشغوله بزاف صراحه، ولكن هاد الاونه الاخيره بحال اللي بديت نتبدل. حسيت براسي ان وليداتي راهم يكبروا، انني انا ما عرفتش فوقاش كبروا. يعني وليداتي عاد صغارين ولكن ما عرفتهمش فوقاش كبروا. يعني غير هاد السنين هذه اللي راهم فيها بالنسبه لي انا حسيت بهم كبروا، وما عشتش معاهم ديك الطفوله. ما عقلاش كي درت رضعتهم، ما عقلاش كي داروا نهار اول خطوه، فهمتيني. يعني ديروا ذكريات، حيت علاش؟ حيت خدامين وهذا. ديروا ذكريات زوينه مع وليداتكم، خرجوا معاهم، لعبوا معاهم، لعبوا حتى نتوما، عيشوا حتى نتوما الطفوله ديالكم. الواحد راه الشباب في القلب، ماشي ضروري انه تكوني صغيره باش تعيشي مع وليداتك. انا يا عشت واحد لا بيريود كبيره عاده ولدت صراحه. داكشي علاش وليداتي كتشوفوهم صغار. انا عندي ولدت من مور الزواج بشي 7 سنين باش ولدت ولدي الاول، وعاد ولدت بنتي الثانيه. يعني درت واحد الفتره عاد ولدت انايا، عاد ربي رزقني بالذريه، واللي نتمناها لاي وحده، ونتمنى يا ربي ما تحرموش منها. اي وحده دازت من هنا اللي باغيه الزواج الله يوفي لها المنيه ديالها، واللي بغات الوليدات الله يعطيهم لها والله يعطيها الذريه الصالحه. هادشي اللي كنطلبوا انه ربي يعطينا ذريه صالحه اللي تبر بينا ونبروا بهم، واللي يكونوا سجيين في هاد الدنيا هذه، اللي يكونوا صالحين عندنا وعند سيدي ربي ان شاء الله. علاش لا؟ وندعيو معاهم كما قلت لكم، وربيوهم، ربي وليداتكم. يعني مانيش عارفه كي ندير نشرح لكم، ولكن نعطيوهم داكشي اللي دنيا ودين. يعني ما نعيشوهمش غير في الدنيا وننساو الدين ديالنا، لا، الدين ديالنا تبعو الدنيا تبعها الدين. فهمتوني؟ يعني ضروري اننا نوريهم دينهم، نعلموهم دينهم وصلاتهم، المهم اي حاجه في الدين اننا نعلموها لهم، او ميم طون نعلموهم كيديروا يعيشوا في الدنيا وكيديروا يعيشوا عيشه زوينه. هادشي اللي كنقول لكم. بقاو معايا هكا في واحد الخرجه عائليه حميميه بيني وبين وليداتي وبين عائلتي الصغيره. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. قلت نشارك معكم هاد النهير هذا. ودابا غادي نخليكم مع التتمه ديال الفيديو، وهنايا صافي غادي نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. وصلتي حتى لهنا، راني فكرتك بها هذه المره الثالثه، وصلتي حتى لهنا. ما تنساش انك تشتركي في القناه، ضغطي على زر الاشتراك باش يوصلك اي جديد. ما تنساش انك تخلي لي راي ديالك في التعاليق، وما تنساش انك تخلي واحد القليب، واحد اللايك، واحد الصبيع تهوى. يلا نخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.